البنت دي وزنها ربع التن، وجوزها اخر ما بيزهق منها ولا لو ما خصيتيش وبقتش حلوه هتجوز عليك البنت دي. وفي تاني يوم لما بيصحى بيلاقي برضه انها بتاكل، فبيتضايق منها وبيحط المكرونه في وسطها وبيقول لها لو هتفضلي طول عمرك تخينه فانا مش عايزك. والبنت بتفضل تعيط وصعبانه عليها نفسها. وفي تاني يوم برضه بيرجع من الشغل وهو متعصب، فمسك طبق الاكل ودلعه عليها. وفي يوم برضه بتصحى وتلاقي ان جوزها عمل جنزير على الثلاجه عشان ما تاكلش حاجه وتخس، وجوزها بيجي وبيديها خس وبيقول لها مش هتاكلي غير خس بعد كده عشان تخس شويه. ومراته بتقول له حرام عليك، ايه اللي انت بتعمله فيا ده؟ وبيقول لها مش حرام عليك انت عايش مع واحده بالحجم ده. وبيخليها تلعب رياضه وتجري في الشارع كمان، وبيوديها كمان الجيم عشان تخس بشكل اسرع. وبعد اسبوع تدريب الجيم بتوزن نفسها وبتلاقي انها خست 5 كيلو. وبرضه مش بيعجب جوزها وبيروح لها وهو معاها عروسته الجديده وبيقول لها دي تبقى مراتي وبيمشي. والبنت بتتصدم وبتيجي وراه، بس من كتر الزعل بتقع على الارض وبيغمى عليها. وبتصحى بقى وهي في المستشفى وتعبانه جدا. وتاني يوم بتخرج من المستشفى وبتقعد على جنب وهي صعبانه عليها نفسها عشان كل اللي عملته مع جوزها وفي الاخر مش عاجبه واتجوز كمان عليها. وبيعدي 4 شهور بالظبط وصاحب الشركه بيقول للموظفين عايز اعرفكم على مراتي الجديده. وبعد ما بتيجي مراته وتطلع ان دي البنت اللي كانت مراته، وبتصدم لما بتشوف انها اتجوزت.